قبل ما نبدا القصة خاصكم تعرفوا واحد الحاجة مهمة. القصة اللي غادي نعاود لكم ما غاديش نعاودها بالطريقة العادية، ما غاديش نقول لكم كان واحد السجين ولا وقعت هاد القصة هادي. فاليوم غادي نحكي لكم القصة بحال إلا أنا هو داك الإنسان، بحال إلا أنا هو هذاك اللي تحبس واللي تعذب، أنا هو اللي فكر صبر وهرب. بغيتكم تتبعوا معايا مزيان، ما بغيتكمش غير تسمعوا ولكن بغيتكم تحسوا تعيشوا وتدخلوا براس واحد السجين اللي دار المستحيل باش يبقى عايش. القصة حقيقية وغادي نعاودها لكم من الداخل، من داخل الزنزانة، من داخل الخوف، ومن داخل عقل واحد الإنسان اللي تحط في واحد البلاصة اللي كتهرس الحجر. إلا كنتي باغي تعيش مع القصة وتفهم كيفاش واحد الإنسان قدر يهرب من السجن 4 المرات، دير الدقيقة ديالك حداك وخلي بالك مع كل كلمة، حيت من دابا الفوق أنا ماشي عدنان، أنا هو السجين يوشي شيراطوري. أنا يوشي شيراطوري، وهاد الليلة اللي غادي نعاود لكم عليها ماشي ليلة عادية. 1936 وبالضبط سجن أموري. كنت جالس فوق الداري ديال الحديد بارد بحال الثلج، وكنسمع غير الصوت ديال القطرات كتنزل من السقف، والريحة ديال الصدى كتخنق. وشوية والحبس كامل تهز بواحد الصوت غليظ، صوت ديال الحباس جاي مورا القضبان وكيقول لي: واش باقي كتكذب؟ واش باقي كتنكر؟ غادي تعترف بزز منك. وكنت عارف شنو كيعني هذا الكلام، فهذا ما كانش سؤال، هذا كان تهديد بحال شي حكم مسبق. دخلوا للزنزانة ديالي، هزوني من كتافي وجروني بحال إلا كيجروا شي خنشة ديال الطحين. داوني لواحد الكولوار طويل والسكات، ما كتسمع والو غير الصوت ديال البيبان ديال الحديد كتفتح وتسد. دخلوني لواحد الشومبر كيقولوا ليها غرفة التأديب، ولكن في الحقيقة هذيك غرفة كتسالي فيها الإنسانية. ربطوني بسلاسل ديال الحديد، وثيقوا بيا إلا قلت لكم كنت كنحس بحال لاموس بارد كيدوز على يدي. وبدا الضرب، ضربة مورا ضربة، ضربة مورا ضربة، وكل مرة كنسمع نفس الجملة: اعترف. وكنجاوب: ما قتلت حتى واحد. وكنت كنحس بلي المشكل ماشي شكون قتل، المشكل هو انهم باغيين شي واحد يلصقوها فيه ويسدوا به الدوسي، حيت السيد اللي مات كان شخصية مهمة والفضيحة خاصها تدفن. ودابا اجي نعاود لك كيفاش بدات القصة وكيفاش حتى وصلت للحبس. تزاديت في اموري في اليابان، في واحد العائلة اللي كانت كتقاتل غير باش تجيب طرف ديال الخبز. وملي كنت صغير لقيت راسي خاصني نخدم باش نعاون الدار ونصوفي راسي. جربت بزاف ديال خدامي، خدمت في البحر مع الصيادة، وخدمت في الحوانت، وخدمت بزاف ديال خدامي، ولكن الزهر والو. فين ما مشيت كنت كنحس براسي فاشل وما لايق لوالو. واحد النهار كنت جالس في الدرب، الهم راكبني والتخمام واكل ليا راسي، حتى تلاقيت مع واحد خينا ولينا صحاب. ومن بعد ما عاودت ليه على حالتي والفقر اللي انا فيه، قال لي: شوف، الخدمه اللي غادي تخرجك من هاد العيشه هادي هي السرقه. في البداية ترددت وخفت، ولكن ملي كتشوف الجيب خاوي والعيشه صعيبه كتقول ما عندي ما ندير ماشي لخاطري. وافقت وبديت كنتعلم حرفه السرقه واليد الخفيفه، حتى وليت عنصر مهم في واحد العصابه كبيره. وشويه بشويه اكتشفت باللي عندي واحد الموهبه بشي شكل، كنت خفيف بزاف وعندي واحد الليونه في الجسد ديالي ماشي عاديه، وكنت سريع في الحركه. ومع دخلتني شويه ديال الفلوس تما قلت صافي الدنيا ضحكات ليا، وقررت نتزوج ونستقر. وفعلا تزوجت وتزادت عندي بنيه. وبصراحه ملي شديت بنتي بين يديا قلبي ارطاب، وقلت خاصني نحبس هاد التخربيق هذا ونقلب على شي خدمه وفلوس حلال. شحال من مره كنت كنخرج من العصابه وكنمشي وكنخدم خدمات حلال، ولكن فيهم تماره بزاف والفلوس ديالهم ما كانت كدير ليا والو، وكنت كنرجع حتى هي للسرقه. حتى لواحد النهار العصابه كلفوني بواحد المهمه كبيره، نسرقوا الفيلا ديال واحد رجل اعمال لاباس عليه. مشيت انا وواحد العضو من العصابه، والخطه كانت انا نسرق وهو يبقى حساس وحاضر. وفي هاد الليله بالضبط حياتي غادي ترون، حيت تما فين تقلبات هي القفه وكلشي ولا ضدي. كنا داخلين كنقلبوا في داك الفيلا مع الفجر، سكات، حتى فاق مول الدار كان باغي غير يمشي للحمام وغير شافنا. وقبل ما يغوت ولا يدير شي حاجه، داك خينا اللي كان معايا واللي كنت كنقول عليه صاحبي جبد الفردي وضربو بالقرطاسه نيشان القلب ديالو. داك الصوت القرطاس زعزع الدنيا، الجيران كاملين فاقوا وجراو جهه الفيلا باش يشوفوا شنو واقع. وانا بقوه الصدمه بقيت تما مسمر، شاد داكشي اللي سرقت واقف حدا جثه، مصدوم وما فاهم والو. وصاحبي غير تيراه فيه هرب، خلاني بوحدي كنواجه المصير ديالي. في البلاصه هجموا على الجيران وشدوني وعيطوا على البوليس وقالوا لهم هذا هو مول الفعله. شدوني وداوني للحبس، وبقوه العصا والتعذيب بزوا عليا نعترف باللي انا اللي درت الجريمه كامله. حكموا عليا في البدايه ب 20 عام ديال الحبس،
ولكن المدعي العام ما بردش ليه القلب، بقى تابعني حتى طالب بالإعدام ديالي، وهكذا دخلت لسجن أموري 1936 وأنا كنتسنى الموت، حيت هذاك رجل الأعمال اللي تقتل كان معروف بزاف، والحباسة تما كانوا موصيهم عليا. من النهار الأول عاملوني بحال شي حيوان، وخصوصا واحد الحارس سميتو كاي، كان كيعرف الضحية معرفة شخصية، وحلف حتى ينتقم. كان كيتسنى غير الليل يطيح وكيدخل عليا الزنزانة ويبدا يعذب فيا بلا رحمة، ومع كل ضربة كنت كناكلها ومع كل ليلة ديال الوجع كان كيزيد فيا واحد الإصرار غريب، وليت كنقول مع راسي يا أنا يا هاد الحبس. الإصرار ديالي على الهرب ما بقاش غير حيت بغيت الحرية، ولكن عرفت باللي إلا بقيت هنا غادي يقتلوني بيدهم قبل ما يوصل حتى وقت الحكم الإعدام. وهنا بدات الفكرة ديال الهروب ديالي كطيب على نار مهيلة. سجن أموري ما كانش سهل، ولكن بقيت شهور وأنا كنراقب. حفظت فوقاش كيتبدلوا الحراس، شحال من دقيقة كيدوزوا بين كل دورية ودورية، حتى لقيت واحد الفجوة كانت واحد 15 دقيقة كيبقى فيها الممر خاوي، الوقيته اللي كيتبادلوا فيها الحراس. وقلت مع راسي هذيك هي الفرصة ديالي. بقيت كنقلب على شي حاجة باش نفتح البيبان. واحد النهار وانا كندوش لقيت واحد السلك صغير في واحد السطل د الحمام، خبيته وصبرت حتى لواحد الليلة كانت فيها الشتا مجهدة، وبالضبط مع الخمسة ديال الصباح بديت الخطة ديالي. وبديك السك بقيت كنتقاتل حتى فتحت القفل الأول، ومن بعد فتحت جوج ديال البيبان أخرين حتى وصلت لآخر باب. ولكن هاد الباب ما كانش بحال الآخرين، فراه كانت فيه واحد لالارم. غير فتحتو الدنيا ترونات وداك لونشات لالارم، ومن زهري ما جاو يعرفوا شكون هرب حتى كنت بعدت شوية عليهم. تبعوني وتيراو عليا، وواحد القرطاسة جاتني في رجلي، ولكن كملت جري حتى هبرت عليهم. ربطت رجلي وزيرتها مزيان ودخلت لواحد المجمع سكني ديال الأطباء، وفي واحد الغرفة بان ليا واحد الطبيب بوحدو. دخلت عليه ضربتو وسرقت الحوايج وربطتو وهربت. ولا غد ليه دخلت للسبيطار على أساس أنا الطبيب، حيت كان خصني نسرق الدويات باش نداوي راسي وناخد شي أباراي باش نبيعو. ولكن مع الزهر الزوين اللي عندي الطبيب كان معاه واحد صاحبو في البيت، منين جا لقاه مربوط فتح له وعاود ليه كلشي. منين دخلت للسبيطار لقيت البوليس كيتسناوني، وانا صحابني البوليس ديال الحبس عاقوا بيا وعرفوني انا شيراتوري، وسلمت راسي بكل سهوله. وفي الحقيقه شدوني وما عارفين شكون انا، ما كانوش عارفين انه لاب الطبيب وضربو هو شيراتوري. ودابا منين عرفوني زادوا عليا في الحكم وعطاوني المؤبد مع حراسه مشدده. دوزت في الحبس سنين ديال العذاب حتى جات 1942 ومع الحرب العالميه حولوني لسجن اكيتا، وتما فين بغاو يردوني عبره لاي واحد فكر يهرب. كانوا كينعسوني على السيما في عز البرد، في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة. ولكن وسط هاد الجحيم بان ليا واحد الأمل بسيط، واللي هو رئيس الحراس وكان سميتو كوباياشي. هذا كان مختلف على الآخرين وكان فيه شوية ديال الضوء. تعاطف معايا وعطاني طلامط وغطاء. واحد النهار فقت الزنزانة ديالي ولقيت واحد الطريف د الحديد بحال نزل عليا من السما، وبديت كنحفر به في الحيط كل ليلة. وفي 15 يونيو 1942 في واحد الليلة كان فيها الرعد والشتا خفيف من السما، استغليت الصداع وطلعت في الحيط في ديك الحفارة اللي درت حتى وصلت للسرجم ديال السقف. كان ديال الحديد، ولكن الخشب اللي داير به كان قديم وواكل الدق. بقيت كندابز معاه حتى هرستو، وبديك اللوينة اللي عندي خرجت من السرجم وهربت بلا ما يحسوا بيا. بقيت هربان 3 شهور في الغابة، لا حنين لا رحيم، البرد والثلج، ومخبي كل مرة فين حتى عييت من ديك العيشة. وهنا غادي ناخذ واحد القرار اللي غادي يجي يكون بليد، ولكن في ديك اللحظة بان ليا داك الشيء اللي خاصو يدار. قررت نسلم راسي لذاك الشخص الوحيد اللي وثقت فيه، وبالطبع عرفتوه، هو كوباياشي. مشيت حتى للدار ديالو، استقبلني ودخلني وعطاني نلبس حوايج، حيت كنت كنموت بالبرد. فتحت ليه قلبي وعاودت ليه كل شيء، وباللي هربت غير حيت كيعذبوني بزاف، ماشي حيت بغيت نخالف القانون. وهو يقول لي دخل غسل وجهك ودوش. وفي ديك اللحظة اللي دخلت ندوش غدرني وهز التليفون وعيط للبوليس، وجاو وشدوني. وهنا المحكمة غادي يحكموا عليا بالسجن وصيفطوني لأخطر سجن في اليابان، واللي هو أباشيري في جزيرة هوكايدو. البرد تما كيجمد الدم في العروق، وقالوا لي باللي هاد الحبس حتى واحد ما قدر يهرب منه. ومنين دخلت لتما وانا كنغوت غادي نهرب من هنا كيف ما هربت من السجن اللي قبل منه. الهضرة ديالي استفزتهم لدرجة أنهم داروا ليا زنزانة كلها حديد، فيها فتحة وحدة اللي كيعطيني منها الماكلة، وكانت صغار من راسي.
وسط الناس ب20 كيلو في يدي ورجليه مسدودين بواحد الطريقة سبيسيال بلا سوارت. وكانوا جوج ديال الناس متخصصين كيجيو يفتحوهم ليا كل 15 يوم باش ندوش. وشهور وانا هكاك ومع الحديد اللي على لحمي كانوا الدود كياكلوا مني. ولكن كيف ما ديما ما غادي نتهنى حتى نلقى شي طريقة نهرب بها. فطاحت عليا واحد الفكرة عبقرية. لاحظت بلي الصبة اللي كيعطيوني كانت مالحة، فكنت كناكل النص وكنخبي النص وكنكبو كل نهار على السلاسل والقضبان ديال الحديد. ومع الوقت الملح اللي في الصبة بدا كياكل في الحديد حتى تصدى. وواحد النهار طار واحد المسمار من السلاسل واستعملته بحال شي تورنوكيس باش فتحت على يدي وزودت ديك السلاسل. ومع الليونة اللي عندي خلعت كتافي بجوج وصلت من ديك الفتحة الصغيرة بحال شي حنش. وحيت اليابان كانت في حالة طوارئ بسبب الحرب، الضو كاملين كانوا مطفيين باش ما يتمش الاستهداف ديالهم، الشيء اللي عاوني بزاف باش ما يعيقوش بيا. وهكا هربت من سجن اباشيري اللي كان كيصحاب ليهم مستحيل شي واحد يهرب منه. من بعد ما هربت دوزت عامين في الجبال ديال هوكايدو بوحدي مخبي في واحد المنجب مهجور، حولته لدار وعشت فيه ديك العامين حياة حرة بعيدة عن التعذيب والسجون. وهنا كان خصني نعرف شنو واقع في العالم بعد ديك العزلة كاملة. وقررت واحد النهار نهبط لواحد القرية قريبة من ديك الجبل اللي كنت فيه. تما تصدمت، كلشي تبدل. وانا غادي لقيت واحد الجورنال بديت كنقلب الصفحات ديالو، وتما عرفت بلي اليابان استسلمات ودخلت امريكا. وهاد القضيه بالذات غادي تنفعني بزاف، حيت الهزيمه ديال اليابان في الحرب كتعني ان النظام اللي كان حاكم ما بقاش، وبالتالي ما عليناش نبقى مخبي وهارب. وهنا غادي تبدا الرحله ديالي في اتجاه الجنوب. ومن بعد 50 يوم كاملين ديال المشي وصلت لمدينه سابورو. وانا غادي في الطريق ميت بالجوع طاحت عيني على واحد المزرعه وبانت لي واحد الحبه ديال المطيشه. يلاه جيت ناخذها. هو خرج ليا مول المزرعه صحاب ليه انا باغي نساق ليه المحصول ديال المطيشه ديالو، دفعني ونضنا كنضربو وقتلته بلا ما نقصد. وتما شدوني المره الرابعه وحكموا عليا بالاعدام في سجن سابورو. السلطات تما حلفوا لا هربت، وداروا عليا واحد الحراسه مشدده 24 ساعه على 24، وسته ديال الحراس مسلحين مقابلين معايا. والزنزانه صوبوها محصنه اكثر من سجن اباشيري. وانا كنت كندير راسي ساهي وعيني في السقف بحال الا كنت كنقلب على شي مخرج تما. الحراس بقاو كيضحكوا عليا ويستهزئوا كيسحاب ليهم راني صافي قد الامل. ولكن الخطى ديالي كانت تحت رجليهم. لاحظت بلي الارضيه ديال الخشب وتحتها الرمله، فبقيت كنمثل عليهم باللي كنشوف الفوق باش يبقاو رادين البال للسقف ويغفلوا على الارض. وبواحد التفصيل صغير كانوا يساوي عندي بديت كنحفر كل ليله، والتراب اللي كنت كنجبد كنفرقو تحت الملايه باش تبان ناموسيه منفوخه بحال الا انا اللي ناعس تما. وفاش كانوا كيدخلوا يفيقوني كنت كندير راسي مريض وعيان باش ما نتحركش ويعيقوا بيا. وهما تيقوا الكذبه حيت زعما كبرت ما بقيتش شاب كيف كنت. وفي واحد الصباح دخل الحارس يطلع عليا في الناموسيه، هز الغطا ولقى غير التراب. شيراطوري غبر للمره الرابعه. فداز عام كامل وانا هربان. وصلت الاربعينيات من عمري وعييت من هاد العيشه ديال الهروب وديما مخبي. كنظن عرفتني شنو غادي ندير. كنت جالس ما عليا ما بيا حتى جا جلس حدايا واحد البوليسي. عرفتي في ديك الوقيته الكارو كان شي حاجه غاليه باش واحد ما كتعرفوش يعطيه ليك، وكثر الا كان بوليسي. وهاد المعامله الانسانيه من رجل ديال القانون حركات فيا شي حاجه داخليه والدموع غلبوني. ومع اول نطره من داك الكارو قلت ليه انا يوشي شيراطوري، انا اللي هربت من السجن ديال سابورو العام اللي فات. اعترفت بكل شيء وحكيت ليه على القصه ديالي. وهاد المره القاضي تعامل معايا مزيان، تيقوا باللي قتلت مول المزرعه غير الدفاع عن النفس. ومنين شافوا باللي عمري اديت شي حادث في الهروب ديالي حيدوا عليا حكم الاعدام وعطاوني 20 عام ديال الحبس وصيفطوني لسجن فوتشو في طوكيو كيف ما تمنيت. وتما لاول مره عاملوني الحراس بكرامه وباحترام. وتما حبست القضيه ديال الهروب ووليت سجين مثالي. وفي 1961 خرجت حر بسبب حسن السيره والسلوك. رجعت وتلاقيت بنتي اللي هي الوحيده اللي بقات ليا من العائله، وعشت اللي بقى من حياتي في هدوء. وهنا كتسال القصه ديال شيراطوري. ومات في 1979 على عمر 72 عام وخلى موراه اسطوره الرجل الذي لا يقهر. ايوا شنو بان لكم في القصه ديال يوشي شيراطوري؟ كنشكركم على حسن المتابعه. كان معكم عبد الله سلطان، نتلاقاو في قصه جديده. السلام عليكم.